بدأت حياتها الفنية بعد فوزها في مسابقة ملكة جمال لبنان، والجمهور منحها لقب تفاحة لبنان. وبعد ما سافرت للقاهرة شافتها الفنانة نادية لطفي وطلبت منها إنها تشارك معاها في فيلم الزائرة، وشاركت في نفس السنة في فيلم رحلة عذاب مع الفنانة ناهد شريف. واتوالد بعد كده أعمالها الفنية، ومن أبرز أعمالها فيلم المنحرفون، وإلى المأذون يا حبيبي، والكل عاوز يحب، وأذكياء لكن أغبياء، وأريد حلا، وفيلم ذكرى ليلة حب. وكان آخر أعمالها سنة 1989 في فيلم يا عزيزي كلنا اللصوص. أما في التلفزيون شاركت الفنانة نادية أرسلان في عدة مسلسلات، منها أديب، وبرج الأكابر، وإلا دمعة الحزن، وريش على ما فيش. بالرغم من جمالها وموهبتها ما خدتش حظها في النجومية والشهرة، واعتزلت الفن. وقالت ليلى بنتها الوحيدة إن والدتها قررت الاعتزال وإنها تتفرغ لبيتها، وأضافت إنه بالرغم من اعتزالها والدتها كانت على علاقة جيدة بالوسط الفني، وبتتابع الأعمال المعروضة حتى بعد ابتعادها، وكان كتير من أصحابها بيستشيروها في أعمالهم، وكانت بتحضر الحفلات والتكريمات، وإنها كانت على علاقة جيدة مع نجلاء فتحي وسميرة أحمد ونهلة سلامة. والفنانة نادية أرسلان اتجوزت من الفنان المعتزل محمد العربي، وبنتها قالت إنهم رغم انفصالهم فضل بينهم علاقات كويسة، وكانت علاقاتهم مبنية على الاحترام. وبعد كده اتجوزت من الدكتور إيهاب عبد المعبود، وأنجبت منه بنتها الوحيدة ليلى. والفنانة نادية أرسلان أصيبت بمرض سرطان العظام سنة 2005، واللي تم اكتشافه مرحلة متقدمة. وبدأت نادية رحلة العلاج بالكيماوي ما بين لبنان وباريس لحد ما توفت في لبنان بعد صراع 3 سنين مع المرض في 17 مايو سنة 2008. وكانت وصيتها إنها تدفن في مصر. وبنتها قالت إن والدتها ما كانتش بتحسس حد بمرضها، وكانت دايما الابتسامة على وشها رغم الألم القاسي اللي كانت بتعانيه. وقالت إن والدتها كانت أم مثالية.